السلام عليكم، ودعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. نساء مطرودات من رحمة الله. أولا، الوشم، لعن الله الواشمات والمستوشمات المغيرات لخلق الله، رواه البخاري. الواشمة هي التي تغرز الإبر بالبدن ثم تحشوه بالكحل أو نحوه. ثانيا، النمص، لعن الله المتنمصات. النامصة هي التي تقوم بترقيق الحاجبين، والمتنمصة المفعول بها ذلك بناء على طلبها. ثالثا، التفلج، لعن الله النامص والمتنمص والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. التفلج برد ما بين الأسنان، الثنايا والرباعيات. رابعا، الواصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تقوم بوصل شعر بشعر آخر، ومنه الباروكة. المستوصلة المفعول بها ذلك بناء على طلبها. خامسا، المرأة الساخط زوجها عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. سادسا، المتشبهات بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. سابعا، زائرات القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة للقبور. ثامنا، النائحة، هي المرأة التي تقوم بالندب في المياتم والصريخ على الميت. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سريال من قطران ودرع من جرب. تاسعا، المحلل له، هي المرأة التي طلقها زوجها 3 مرات فحرمت عليه فلا ترجع حتى ينكحها رجل آخر فتحل له. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد في مسنده. عاشرا، المتبرجة، نساء كاسيات عاريات. لا ننسى بأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإن طردت من رحمة الله فمن سيرحمك؟ فوالله لو اجتمعت البشر لن يجيرك أحد من عذاب الله شيئا. وتذكري أختي بأن جمال الدنيا زائل، ولن يبق لنا إلا العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب فيهن: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل جهنم، رواه مسلم. وكذلك في هذا الحديث ذكر الرسول عن النساء: رؤوسهن كأسنمة البخت ولا يشمن رائحة الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها من مسافة كذا وكذا. أما عن معنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي حجابهن فات للغاية، ويجعلن مؤخرة الرأس كرأس الجمل مرفوعة للأعلى. فاللهم احفظ نساء المسلمين. أتمنى أن تستفيدوا من حلقة اليوم، فلا تنسى دعمنا بلايك واشتراك في القناة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.